ازيكم عاملين ايه؟ انا الاء ابراهيم. اللي لسه ما يعرفنيش، اهلا بيكم في قناتي. انا بس عايزه انوه على حاجه صغيره. لما تكتبوا لي في الكومنتات حاجات انا بقراهم كلهم حتى الوحشين بطنشهم عادي بقى، وسيبكم انتوا حبايبي بتردوا عليهم. المهم لو انا حد مش برد على كومنته تبقوا عارفين ان انا مش مطنشاه، ان انا زي فيديو زي كده ان انا عايزه ارد باستفاضه اكتر، فهبعمل له فيديو مخصوص. كان حد سأل على موضوع الدكاتره في المانيا، ان هم فعلا قليلين وعلى حسب المدينه طبعا. بنعمل ايه ساعتها؟ اول حاجه بتتصل بالدكتور اللي انت عايز تروح له، هو الكويس او سمعت عنه حاجه كويسه وحد رشحه لك، او اقرب واحد ليك بتقعد تتصل بيه كذا مره، او بتتصل بكذا دكتور حواليك بتجرب فيهم هتعرف تلاقي دكتور او لا. معرفتش تلاقي، خلاص يبقى انت كده هو دكتور اطفال، دكتور عام، دكتور اي حاجه، طالما مش حاجه ضروريه مستعجله او انت عملت اللي عليك مش لاقي. هنعمل ايه بقى لما الطفل يعيا او لما انت لما تعيا؟ ساعتها بتروح العياده، سواء الاطفال او دكتور عام، بتروح العياده تقول انا اتصلت كذا مره عندكم، اتصلت عندكم وعند كذا دكتور تاني وكلهم ما عندهمش مكان ليا، فانا قلت خلاص طالما مفيش مكان، مفيش حاجه ضروريه، مش هقدر اعمل حاجه اكتر من كده، بس انا دلوقتي عيان او ابني دلوقتي عيان، فانا جيت ومحتاج تكشفوا عليه ومحتاج تطعيمه، وشوفوا بقى بقالكم كام شهر ما رحتوش، وايه الحاجات المتراكمه عندكم. من ضمن الحاجات اللي بتقولها في التليفون وانتوا بتحجزوا عند كذا دكتور ان هو بقى عنده تطعيم مثلا كذا محتاج ياخده. حلو، فطالما انت عيان او ابنك عيان ورحت العياده وعيان وانت اصلا مش متسجل عندهم، ما ينفعش ان هم يمشوك وانت عيان. لو هيتجرأوا هيعملوها، انت تجرأ او انت تجرأي وقولي انا عايزاها تكتبها لي شريفتليش، تكتبها لي في ورقه ان انت رفضتوا انكم تعاملونيش، انا مش متسجل عندكم وانا جاي لكم بتاريخ كذا وانا عيان وعندي المرض الفلاني وبشتكي من كذا. مش هيعملها عشان هو هيتخذ منك اجراء قانوني طالما كتبها في ورقه، فهو مش هيعمل حاجه زي كده. ده موقف حصل معانا برضو. احنا مثلا لما عزلنا اخر مره هنا ما كناش لاقيين دكتور خالص لبنتي، دكتور حمايه، دكتور اطفال، فقلنا هو انا مش في نفس المدينه، بس قلنا مش مشكله، ما فيش حاجه ضروريه يعني هتبقى مستعجله قوي، فقلنا خلاص مش بندور على اقرب واحد عشان التطعيمات والحاجات الاساسيه، فقلنا مش مشكله لما تعيا ساعتها نروح للدكتور اللي احنا عايزين نروح له. المهم ايه، عيت، بس ايه، عيت في يوم الاحد فرحنا المستشفى. كنا ساعتها عند الدكتوره جوه. الدكتوره بتبقى اصلا عندها عياده، او في الاغلبيه بتكون عندها عياده وجايه مثلا نبطشيات او جايه تعمل شغاله في المستشفى. فساعتها رحنا لها قلنا لها احنا ما عندناش دكتور اطفال، لسه جايين بقالنا كذا شهر وما حدش رضى ياخدنا، انت عارفه الزحمه ومش عارفه ايه. فقالت خلاص انا ممكن اخدكم ومفيش مشكله. اي نعم كان بعيد شويه عننا بس اخدناها طبعا وهي وافقت برضو. فدي حاجه ممكن تحصل برضو. لو انت بقى عيد جامد قوي في ويك اند او في وقت تاني، او ابنك ربنا يحمينا كلنا، ساعتها ممكن تروح كمان الطوارئ عادي، بس في الطوارئ بتستنى بقى بالساعات عادي خالص، غير لو حاجه كبيره قوي طبعا بيتأمنوا بس ان هي حاجه مش ليمز بتغولش، مش حاجه يعني خطر على صحتك، مش عارفه اقولها ازاي، يعني حاجه قويه قوي يعني خلاص الراجل ما هيعيش لنا كمان ساعه، كام ساعه بتتركن بقى على الصف كده على الرف كام ساعه قبل ما يجي دورك. طيب في حاجه تانية ممكن نعملها لو احنا عايزين دكتور اطفال، بتروح التامين اللي بتاعك، التامين الصحي، وبتقول له ان انا عايز انا لسه جاي جديد مثلا في المدينه الفلانيه وانا عايز اسماء الدكاتره المجال الفلاني، فهيديك لسته كامله بالناس اللي حواليك وساعتها بتتصل بيهم برضو. فدي بتسهل عليك انك تلاقي دكاتره كتير لو انت حاسس انك مش لاقي حاجه او مش عارف مين كويس او كده. في حاجه بقى مهمه، الا دكتور الاسنان. دكتور الاسنان لازم بتروح كشف على الاقل مره في السنه، هو كشف سنوي لازم، وبتاخد بونص هفت بيبقى عامل كده. حلو، واضح معاكم؟ حاجه كده صغيره، كل ما تروح كشف مره في السنه، هو جدول كده ايه بتاع اختام، بيختم لك في كل سنة انك رحت عملت كشف. ليه بقى؟ عشان دكاترة الاسنان غالية قوي، ولو جيت في مرة بعد الشر عندك مشكلة كبيرة قوي قوي في اسنانك، عندك اعصاب، عندك حاجة كبيرة عايز تركب طربوش ولا كغونة اسمها طربوش،
حاسه الروج بتاعت الراس. المهم عايز تركب بتاع حاجه على السكه، حاجه كبيره المهم يعني، او عمليه او كده بعد الشر، ساعتها بيطلبوا منك البونوسيفت. لو شايفين انك مش بتتابع على طول فيعرفوا ان ده اهمال منك، فبالتالي انت بتتكفل بالمصاريف. لو انت متابع ومشكله حصلت وهم مثلا خدوش بالهم، حصلت عشان في حاجه مثلا حادثه ولا حاجه بعد الشر، ساعتها المصاريف مش بتبقى عليك او بيشيلوا جزء منها. دكاتره الاسنان مصاريفها بتوجع قوي. فخدوا بالكم دكتور الاسنان دايما في كشف سنوي بيطلبوا البونوس هيفت. الدكاتره هنا او عموما في الهيئات عندهم عيب وحش قوي، ان هما لو انت عارف معلومه زي مثلا ده، انت عارف دي موجوده، هم عارفينها طبعا، فانت هتروح هناك مش هيقولك انت عندك البونوس هيفت تحب اعمل لك البونوس هيفت، مش بيعملوا كده لانهم عارفين. فممكن انا عايز البونوس هيفت عشان محتاجه اتابع، وعلى فكره لو هتعزل من مدينه لمدينه، من مقاطعه لمقاطعه، وهي في شمل في كل اوروبا يعني. انا هو عزلت بتاع 50,000 مره ودايما صالحه يعني، فهي مش مخصوصه بمكان معين، بتاخدها عادي وبيختموها عادي خالص. فانت هتقول له انا محتاج البونص فهيديهولك، او اي هيئه انا مش عارف انا عايز اعمل اجراءات كذا، هو عارف ان في هيئه ممكن تساعدك بس انت ما طلبتهاش فمش بيقولك عليها. هم كده دماغهم تعبانه قوي، مش بيحبوا يساعدوا. طيب ايه بقى اهميه ان احنا ما عندناش دكتور اطفال، او احنا ايه هي اضرار ان احنا ما عندناش دكتور عام او دكاتره تانية؟ ايه اضراره؟ انا عايزاكم انتوا تكتبوا لي في الكومنتات، لو انتوا متاكدين من معلومه اكتبوا لي في الكومنتات ايه اضرار الموضوع ده. طيب كنا عايزين نطلع كومنت، بقالي كتير بنسى اطلع كومنت، فمن طنطي ايمان، طنطي ايمو عاشقة المانيا كانت حابه نطلع لها كومنت. منوره، واي حد عايز يطلع له كومنته يكتب لي كومنتات حلوه وانا ان شاء الله اطلعها لكم. عايزين ان شاء الله احنا كده في نص شهر 11 22 عايزين على اخر السنه نوصل ل 10,000 متابع. نقدر، انا عارفه الفرق كبير بس ان شاء الله هنقدر. شكرا لكل واحد بيدعمني، بيكتب لي كومنت حلو، بيعمل لي لايك، بيشير، دي كلها حاجات بتدعمني. لو فيديو عجبكم شيروه لناس ودوسوا لايك، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.